طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب أرأيا والمستهل بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل حول الكتب الأثرية. نتائج مرجعة للتعليم النظامي في أقمايت. جهود لضمان جودة الخدمات الصحية في أعالي القاش. أول حالة وفاة بسبب الإيبولا بالكونغو. ارتفاع عدد قتلى فيضان في سد بكينيا. وقمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية ستعقد في سنغافورة. مرحبا بكم. نظم مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة نظم ورشة عمل في 10 مايو بأسمرة لتقييم الأنشطة المنفذة طوال 17 عاما لرفع الوعي حول الحفاظ على الكتب الأثرية المكتوبة يدويا والمخطوطات الجلدية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد في الكلمة التي ألقاها، قال إن مركز البحوث والتوثيق يقوم بجولات مستمرة في المكتبات والمؤسسات الدينية للحفاظ على الآثار بطريقة متطورة، ودعا لمنح الاهتمام الكبير والأولوية لكتبنا باعتبارها جزءا من تراثنا الوطني وهويتنا الإريترية. وأوضحت مسؤول مركز البحوث والتوثيق السيدة أزيب تولدي الأنشطة والدراسات التي جرت لحماية الكتب اليدوية والمخطوطات الجلدية، مشددة على أهمية توعية الشعب للحفاظ عليها باعتبارها إرثا وطنيا. كما ذكر مسؤول وثائق اللغة العربية في مركز البحوث والتوثيق السيد يوسف إدريس ذكر الأنشطة المنفذة من العام 2000 وحتى عام 2017 في المساجد والمقابر لاستكشاف المخطوطات اليدوية الأثرية، منوها إلى وجوب العمل القوي للحفاظ عليها. وبحثت الورشة حماية وأبحاث محتوى الكتب الأثرية واستكشاف الكتب اليدوية الإسلامية بالإضافة لبحث الكتب غير المستكشفة. وأكد المشاركون في الورشة بأن النقاشات التي جرت تدفع للعمل المستقبلي، موصين للحفاظ الجيد على الكتب اليدوية والجلدية والعمل لاستكشافها، بالإضافة للقيام بجهود لتعريف العالم بالكتب الأثرية الموجودة في الأديرة والمواقع الأخرى. شارك في ورشة العمل المنظمة اليوم الواحد رجال الدين وممثلو الأقاليم وخبراء الآثار. أفادت الأنباء الواردة من أقمايت بأن التعليم النظامي الذي بدأ هذا العام في 4 ضواحي بمديرية كركبت بتعاون وزارة التعليم والقيادة الغربية قد حقق نتائج مشجعة. وأشاد الشيخ عمر محمد طاهر من الأعيان في المناسبة الختامية في 5 مايو، أشاد ببدء التعليم النظامي في المنطقة التي كانت محرومة منه بسبب البعد وحياة الترحال الرعوية، داعيا لمواصلة وتطوير العمل الذي بدأ بقدرات محدودة. من جانبه دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة سيد برهاني كفلة، دعا جميع المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية لمنح الاهتمام لتطوير برنامج التعليم الذي بدأ والمشاركة التعليمية دون تمييز جنسي. وتلقى 529 طالب التعليم النظامي هذا العام، 323 منهم في أقمايت و60 في أكاديب و100 في أتاي و46 في هراريب، وبلغت نسبة النجاح أكثر من 75%. وتبعد هذه الضواحي مسافة أكثر من 300 كيلومتر من مدينة بارونتو، ويقطنها أكثر من 15,000 نسمة. أعلن مسؤول الخدمات الصحية في مديرية أعالي القاش الممرض إيوب زرعي أعلن بتنفيذ مهام فاعلة لتقديم خدمات صحية جيدة في المديرية. وقال إن المؤسسات الصحية المقامة في توكومبيا وشلالو وأوغارو وغرنفيت وأنتوري وماشيغالي تعمل جاهدة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية لسكان 23 ضاحية بالمديرية. وبعد أن أشار إلى تحقيق نتائج مرضية من البرامج الجادة المنفذة لرعاية الأمومة والطفولة والحد من وفيات المرأة أثناء الحمل والولادة، أوضح بمنح الاهتمام لتطعيم الأطفال، حيث بلغت تغطية التطعيم حاليا نسبة 100%،
وذلك نتيجة الوعي المترسخ في المواطنين وحملات التعبئة الصحية الجارية. وفي الختام قال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية أعالي القاش الممرض إيوب زرعي إن أعمال مكافحة الملاريا ساهمت في الحد من خطورة المرض في مديرية أعالي القاش. طلب سكان منطقة مزرت في مديرية هابورو بتقديم الدعم الآلي نتيجة للصعوبات التي واجهتهم أثناء المبادرة التي اتخذوها لصيانة الطريق المؤدي إلى منطقتهم. وصرح سكان لوكالة الأنباء الإرتيا إيرنا بأن الطريق الوعر المليء بالجبال والوديان بطول 18 كيلومتر يربط بين هابورو سعدة ومزرت كان خارج نطاق الخدمات، مما تسبب في مصاعب للمواطنين في تلقي خدمات المواصلات ونقل المرضى والحوامل إلى المراكز الصحية. وحسب التوضيح الذي أدلى به مدير إدارة ضاحية مزرت السيد محمد فرج محمد، فإن المواطنين يقومون سنويا بصيانة الطريق إلا أنه ينجرف بسيولة. نظم أسبوع المدارس الثقافي والرياضي في مديريات قلعلو وحلحل وحمل مالو بحفاوة كبيرة. وأفاد مراسل إيرنا بأن الأسبوع اشتمل على برامج مسابقات المعلومات العامة والمنافسات الفنية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى الحياة المعيشية التقليدية والملابس الشعبية. وفي الكلمات التي قدمها مسؤولو التعليم في تلك المديريات أوضحوا بأن التطور المتنامي لأسبوع المدارس ساعد في صقل مواهب الطلاب وتوجيههم، شاكرين الجهات التي أبدت التعاون لإنجاح البرنامج. وذكر المدراء بدورهم بأن أسبوع المدارس يلعب دورا كبيرا لتعريف الطلاب بثقافتهم وتقاليدهم وتوسيع معارفهم العامة، داعين الجهات الحكومية والمجتمع للعمل الدؤوب من أجل إنجاح الأسبوع. وفي ختام البرنامج وزعت جوائز للطلاب والمدارس المتفوقة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل ولكن بعد الفاصل. قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في كينشاسا عاصمة الكونغو إن التقارير وردت عن حالات من الحمى النسفية في منطقة الكونغو تشهد تفشي وباء الإيبولا منذ ديسمبر، وإن أول حالات وفاة سجلت في يناير الماضي. وقالت وزارة الصحة إن 17 شخصا على الأقل توفوا في منطقة بشمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يؤكد مسؤولون في مجال الصحة تفشي الإيبولا دون ذكر إطارا زمنيا. وأكد معمل في كينشاسا وفاة حالتين فقط بسبب الإيبولا، وهذه هي المرة التاسعة التي يسجل فيها ظهور مرض الإيبولا في الكونغو منذ التعرف عليه لأول مرة قرب نهر إيبولا في سبعينيات القرن الماضي. ويأتي ذلك بعد أقل من عام من انتشار سابق قتل 4 أشخاص في غابات نائية في شمال شرق الكونغو. وقالت وزارة الصحة إنها أرسلت فريقا من 12 خبيرا للمنطقة في محاولة لتحديد مركز انتشار المرض وجميع القرى المتضررة وتوفير الموارد اللازمة. قال قائد للشرطة المحلية في كينيا إن عدد قتلى الفيضان الذي وقع بسبب انهيار حاجز لسد في منطقة الوادي المتصدع في البلاد ارتفع إلى 47 شخصا. ووقعت الكارثة في سولاي قرب مدينة ناكورو بمنطقة الوادي المتصدع بحسب ما أكده قائد شرطة المنطقة كيديون كيبونجاه، مضيفا إن 36 شخصا نقلوا إلى المستشفى. وقال ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى المكان إن سد باتل المستخدم للري وتربية الأسماك قد يكون مفتقدا لمخرج مناسب، حيث قدر الصليب الأحمر الكيني أن ما يصل إلى 500 أسرة تضررت في الكارثة التي وقعت على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب نيروبي. وأدت أسابيع من الأمطار الغزيرة في كينيا إلى فيضانات وسيول وحالية، وأسرت أرقام حكومية نشرت الأربعاء أن أكثر من 220 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بعد جفاف استمر 3 فصول متتالية. ستعقد أول قمة بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة في 12 من يونيو المقبل بحسب ما أعلنه ترامب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدوه آمال كبيرة في أن يفعل شيئا جادا جدا للحد من طموحات كوريا الشمالية النووية خلال قمة في سنغافورة الشهر القادم. وكان مكان انعقاد القمة قد كشف عنه بعد ساعات من إفراج كوريا الشمالية عن
السجناء الأمريكيين الثلاثة ووصولهم إلى الولايات المتحدة. وجاء الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبيونغ يانغ لترتيب تفاصيل الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون. وتبادل الرجلان من قبل إساءات وتهديدات، وجاءت الانفراجة عقب إجراء محادثات مهمة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. أدى رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد اليمين رئيسا للوزراء من جديد بعدما قاد أحزاب المعارضة إلى أول فوز انتخابي لها في البلاد منذ 6 عقود. وأحدثت نتائج الانتخابات زلزالا سياسيا بعدما فازت المعارضة على تحالف الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ نحو 60 عاما. وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول تحالف الأمل الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان. وبتوليه رئاسة الوزراء يصبح مهاتير الذي يبلغ 92 عاما أكبر زعيم منتخب في العالم. وقال مسؤولون بقصر ملك ماليزيا سلطان محمد الخامس في بيان إنه قرر دعوة مهاتير محمد لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. حصل مانشستر يونايتد على النقطة المطلوبة لضمان وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع ويست هام يونايتد يوم أمس الخميس. كانت هناك القليل من الفرص في شوط أول باهت، وتصدى أدريان حارس ويست هام بشكل جيد لتسديدة أليكس سانشيز، كما كان ماركو أرناتوفيتش الأقرب لحجز شباك يونايتد. وسدد بول بوغوا تسديدتين قرب المرمى ليحصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة بعد احتكاك مع مارك نويل الذي حصل على إنذار أيضا بسبب الانفعال الشديد. ويبتعد يونايتد بفارق 19 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي، وضمن المركز الثاني بتفوقه ب4 نقاط على توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.